لو عايز دماغك تبقى زي الكمبيوتر فالفيديو ده ليك. الاكل الصح هنا هو الحل. ما هم اكيد ما كذبوش علينا لما قالوا لنا العقل السليم في الجسم السليم. 5 اكلات لو كلتهم هتخليك متفوق في مذاكرتك او في شغلك. السمك المشوي، يعني الاوميجا 3 اللي بتغذي الدماغ وبتحسن الذاكره. رقم 2 المكسرات، اللوز او الجوز او البندق اللي تحبه كله، عباره عن فيتامينات ومعادن بتقوي التركيز. ورقم 3 وهو التوت، واللي ما بيحبش التوت الازرق شغال معاك الفراوله عادي، ودول فيهم مضادات اكسده بتحمي خلايا الدماغ. ورقم 4 البيض. لو قعدت اتكلم على فوائد البيض من هنا لبكره مش هخلص، بس خلينا نتكلم عن الفايده بتاعت النهارده. عباره عن بروتين وفيتامين بي، ودول بيغذوا خلايا الدماغ وبيحسنوا الذاكره. ده غير ان ليه طرق كتير جدا عشان تقدر تتنوع ما بينهم، وده اللي بيخليه اكله مناسبه لمعظم الناس. ورقم 5 والأخيرة معانا وهو الشاي الأخضر. كوباية الشاي الأخضر غير إنها ممكن تظبط دماغك وأنت بتذاكر أو قاعد بتعمل شغلك، ده كمان فيها مضادات أكسدة بتحمي الدماغ من التلف وكمان بتزود التركيز. وزي ما أنت شايف الأكلات كلها متوفرة في بيتك، جربها والتزم بيها وهتحس بالفرق بنفسك. وفي الآخر ما تنساش الفولو واللايك علشان تعرف أكتر عن صحتك.